ازاي بيحصل التسعير في مجال كشوفات الاطباء وعملياتهم والكلام ده؟ المفروض ان الدكتور في الدول المتقدمة يعني الدكتور بياخد اجره عن الساعة الشغل. يعني الدكتور بياخد اجره عن الوقت بغض النظر عن المانوفر اللي هو بيأديه. وفي دكتور اجره ممكن يكون بالبلدي، يعني ممكن يكون 20 جنيه في الساعة، ودكتور يبقى اجره 200 الف جنيه في الساعة. ازاي دوت؟ والله لو في هيئة معينة زي النقابة مثلا أو هيئة الزمالة أو هي اللي بتعمل تسعير لكشوفات الأطباء، فهتلاقي في دكتور من الدكاترة المشهورين جدا جدا ما يستاهلش كشفه 20 جنيه، وهتلاقي دكتور من الدكاترة اللي محدش يعرفهم وعياداتهم فاضية خالص كشفه يستاهل 30 ألف جنيه. ولكن احنا عندنا التسعير، ومعظم دول العالم كده برضو، مبني على العرض والطلب. يعني الدكتور اللي عليه طلب كتير قوي قوي بتلاقي كشفه غالي جدا. عادي جدا ان انت تلاقي دكتور بيعمل العملية بتاعته ب 200 ألف جنيه، ودكتور تاني بيعمل العملية بتاعته ب 20 ألف جنيه، ودكتور تالت بيعمل العملية بتاعته ب 2000 جنيه. ده طبيعي لو افترضنا ان ده نايب، والتاني ده أخصائي، والتالت دوت استشاري، والرابع اللي هو غالي قوي 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 ده ممكن يكون استشاري في السب سبيشاليتي دي بالذات. يعني هو بيشتغل الحتة دي بالذات، اللي هو حتى الاستشاريين اللي قدوا في السن ما بيشتغلوهاش بنفس المهارة وبنفس الكفاءة.